ده يوم من بيت إيمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. حبيت أشارك معاكم النهاردة جزء صغير من روتين يومي، ولو الفيديوهات بالطريقة دي عجبتكم اكتبولي وإن شاء الله أعمل معاكم فيديوهات كتير من النوعية دي. أول حاجة بدأت بيها طلعت لحمة من الفريزر وسبتها تفك كده في مية علشان نعمل بيها الغدا النهاردة. بعد كده كان عندي غسيل كتير كتير كتير، والغسيل طبعا ما بيخلص. حطيته في الغسالة وشغلت الغسالة كده على دورة غسيل. قلت على بال ما اخلص باقي اللي ورايا حاجات من اللي انا هعملها يكون كده ايه الغسيل خلص يعني. المهم فدخلت كده روقت السراير كده، نفضت الملايات وروقتها، وبعد كده طلعت على الريسبشن ونفضت كده. انا بحب احط كده زي كفر كده او حاجة كده على الصالون علشان بتحميه شوية كده ايه، وبيبقى نضيف لفترة اطول يعني. وابتديت ان انا كده انفض كل الحاجات دي من على الصالون وارتب الفرش يعني. المهم بعد كده قمت جبت المكنسة وكنست، وانا عايزة اقول لكم ان انا في فترة الصيف ما بفرش حاجة في الارض، بكنس وبعدين بلمع بالموب دي، بحس ان كده في طراوة كده ونظافة والدنيا سهلة يعني. بعد كده كان الظهر اذن، قمت مصلية وكانت الغسالة خلصت الغسيل وقمت منشرة. وانا واقفة كده بتفرج شوية في البلكونة جالي تليفون من ماما بدلي غدا اليوم. قالت لي انا جبتلك سمك وجبتلك كابوريا، وعايزه اقول لكم السمك ده انا بحبه جدا، سمك البغبغان دوت اللي عارفه هو سمك مالح. والمهم فانا شلت اللحمه بعد ما فكت وتبلت السمك بتوم وفلفل وملح وكمون وكزبره وحبه خل وسبته في التتبيله وهقليه. وقت ما هقلي انا مش هعمل رز، انا هعمل طحينه وهعمل سلطه وهناكل بالعيش. وهنا الكابوريا حطيت عليها بصلايه وملح وفلفل اسمر وكل شويه اقلبيها على النار. دخلت اخدت دش وبعد كده حطيت عملت كوبايه قهوه بقى كده، لازم نروق على نفسنا. وهنا بحب مع كوباية القهوة اشرب كوباية مية كبيرة علشان صحي اكتر يعني، علشان طبعا القهوة لوحدها بتبقى يعني ما تأذيش الكلى. بس وكده الروتين بتاعي يكون خلص.